مصطفى شوبير وتكنيك خاص للتصديات مختلف عن اي حد في مصر، وده هيرجعنا لورا شويه لما مصطفى قابل نوير في كاس العالم للانديه وكان مبسوط وقال له انه مثله الاعلى واخد القفاز بتاعه. مصطفى واخد نفس ستايل نوير، سواء بيقلده او هو اصلا ستايله كده، بس مصطفى عنده تكنيك معين في التصديات وخاصه في الانفرادات مش عند حد في مصر. يعني تعال نشوف كده مع بعض من تصديات الانفرادات لمصطفى كده الموسم ده ونقارنها بتصديات نوير وستايله في الخروج على الانفرادات. ودي اول لعبه معانا في ماتش مازيمبي في الكونغو، ماتش بيثبت لك ان مصطفى حارس كبير، ورغم الاجواء والجمهور والملعب والطقس قدر يفصل عن ده كله ويبقى واحد من نجوم اللقاء. شوف هنا تسديده من ال6 يارد، الكوره جول 100%، ولكن مصطفى هنا صعبها على المهاجم. اي حارس عادي بيميل للمدرسه الكلاسيكيه هنا هيطلع فارد جسمه وهيسهل الكوره على المهاجم، هيحطها بقى من فوقه في زاويه بعيده. ولكن شوف هنا خروج مصطفى كان عامل ازاي، طالع زي حراس الهاند بول، واقف وفارد دراعاته وسادد الزوايا وسد الجول على المهاجم. شل تفكيره والقرار اللي بياخده في كسر من الثانيه بقى صعب جدا، فسدد الكوره بجسم مصطفى وبقى تصدي اسطوري من حارس صغير اسمه مصطفى شوبير. وده نفس ستايل نوير في الخروج على الكوره زي الصوره دي كده، نفس التكنيك والوقفه والتصدي الهايل. هل هي الكوره دي بس وهي صدفه؟ لا طبعا، تعالوا نشوف غيرها مع بعض. دي برضو نفس اللعبه تقريبا وفي ال6 يارد برضو، ولكن التانيه كانت اصعب. طالع زي حراس الهاند بول فارد دراعاته مضيق الجول جدا جدا على المهاجم، وبيستخدم رجله في التصديات زي ايده بالظبط وينقذ هدف برضه محقق للجونة في اللعبة دي. وفي نفس الماتش برضه لعبة زيها بالظبط، بس هنا بيستخدم رجله في التصدي بشكل مميز جدا. برضه طالع واقف فارد دراعاته وقافل الجول صح وبيصد برجله زي حراس الهاند بول بالظبط، وحته جرينتا كده بعد التصدي. ودي تعتبر ميزة في مصطفى انه مش موظف، بالعكس اهلاوي ابن اهلاوي. ودي رابع لعبة معانا ونفس الطريقة المميزة في الخروج، واقف فارد دراعاته بيستخدم رجليه مضيق الجول جدا على المهاجم اللي بيتلخبط اول ما بيشوف مصطفى طالع قافل عليه جول كده، فبيضطر انه يلعبها اي حاجه، وفي الغالب بتطلع في جسم مصطفى او بيقدر يتعامل معاها سواء بايده او برجله. خامس لعبه معانا والاخيره في ماتش سيمبا، وتسديده من بعيد بيقدر يتعامل معاها وترجع تاني لسيمبا في مكان خطر جدا وعلى مشارف ال6 يارد، ويقدر مصطفى بنفس الستايل المميز ستايل نوير يتصدى للكوره برجله بشكل مميز جدا رغم صعوبتها، ولو دخلت محدش كان هيلومه فيها خالص. هل يعني مصطفى شوبير ده حارس كبير قوي كده وما بيغلطش وكل حاجه فيه كويسه؟ لا طبعا، مصطفى شوبير عنده عيب خطير جدا، وهو خروجه على العرضيات وخروجه على الكور الثابته. عنده اخطاء كتير قوي، يا اما ما بيخرجش اصلا وبيفضل واقف، يا اما لما بيخرج زي الكوره دي كده بيبقى طالع متردد وبيعمل كوارث وبيغلط غلطات فادحه في الكور دي بالذات، الكور الثابته والكور العرضيه كورنرات. ومعظم الاهداف اللي بتيجي من الاهلي يا اما بتبقى من عرضيات، يا اما من كور ثابته، يا اما من ركنيات. ودي الميزه اللي في محمد الشناوي مش في شوبير. الشناوي دايما مطمن الدفاع، بيطلع ياخد كل الكور العاليه بسهوله جدا، على عكس شوبير اللي عنده عيب خطير في الحته دي ولازم يشتغل عليها الفتره اللي جايه عشان يبقى حارس شبه متكامل. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمني بلايك وفولو وشير للفيديو، وقول لي كمان في الكومنتات انت شايف مين اللي المفروض يبقى اساسي الفتره اللي جايه، هل مصطفى شوبير ولا محمد الشناوي، الخبرات ولا الشباب؟ وبس كده، سلام.